اهلا بيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ تمام. هو طبعا اللي خلاني انزل فيديو، انا اصلا ما كنتش عايزه اتكلم في الموضوع ده اصلا، وهو موضوع ما يستاهلش ان انا اصلا اعمل فيديو علشانه. بس بصراحه التعليقات استفزتني. تمام. اللي يقول لك لا هو مش غلطان، هو مش عارف ايه، لا ده مين ده مين ده مين يا جدعان. الاتنين غلطانين. اولا احنا مالنا، دي اول حاجه. تاني حاجه الاتنين غلطانين. اقول لك ازاي؟ انت كبني ادم طبيعي جدا، اي حد في الحر ده هيمسكك، هيتلزق فيك، هيمسك ايدك، هيمسك جسمك، هيمسك هدومك. ممكن تتوقع من نفسك اي رد فعل غير طبيعي اصلا بالمره. وبعدين هو معتاد على ده مع فنانين كتير يعني عرفتم اكيد طبعا. الدنيا كلها عماله بتنزل اخبار عنه، والدنيا يعني بقت كلها اصلا الفيسبوك تفتح تلاقيه في وشك. اللي هو انا اصلا قربت خلاص ان انا اقفل التليفون واقعد في بيتنا كده، ما ابصش على التليفون اساسا. بصوا، هو معتاد الفعل ده. عارفين يعني ايه معتاد الفعل ده؟ اللي هو بيجري ورا الترند من الاخر. تمام. بيجري ورا الترند. تمام كده. فاهمين الدنيا عامله ازاي؟ لا مؤاخذه يعني. هو كده يعني، معلش يعني. وعمرو دياب احنا مش بندافع عنه ولا حاجه، هو غلطان. ما ينفعش اي رد فعل يكون ضربة قلم اساسا. تمام. فاحنا مش بندافع عن حد ضد حد، ولا بندافع عن حد مع حد، ولا بنقف ضد حد قدام حد. وبعدين خلي بالكوا بقى، اللي عمال بيقول لك ده في الكومنتات، انتي اصلا لو حصل لحد قريبك، لا يا بابا، انا لو حصل لي موقف زي ده مش همشي قبل ما ارد القلم بتاعي. تمام. عشان انتوا بتقولوا صعيدي مش صعيدي. طب ما احنا صعايده، انا صعيديه. هو تخيل ان انا حد هيديني بالقلم وهسكت وهمشي؟ انت متخيل كده؟ حتى لو فيها موتي، معلش. انت واثق من كده يعني؟ تمام. حتى لو مين هسيبه؟ لا. هاخد حقي وانا واقفه، مش هستنى بقى الناس تيجي ورايا عشان تصرحني وتديني عروض وانا بقى اوافق او ما اوافقش. تمام. فبلاش قصه الصعايده دي، لان احنا اصلا صعايده وعارفين ايه اللي بيحصل في الاوضاع دي وفي الحكايات دي. تمام كده. وبعدين اصلا عمرو دياب بقى عمل محضر الاول، فهو رد عليه بمحضر لما ملقاش نتيجه.